محمد نبيل. كنت متابعه اونلاين قبل كده، وكان في كذا حد بيزنس اونر ريكومندد هيم. حبيت ان انا اخد معاه الكورس واشوف التجربه بقى الارض الواقع عامله ازاي. الدكتور كان عنده ميزه، في ناس كتير بيدوا كورسز في الماركت بيبقى اكاديميك او ثيوريتيكال اكتر. الدكتور كان عنده ميزه ان هو اوريدي فاهم الماركت از ساينس واز اكاديميك برسبكتيف عامل ازاي. من ناحيه ثانيه وفي ارض الواقع شغال في بيزنس عامه، مش بيتكلم من فوق اللي هو احنا ممكن نعمل 1 2 3. لما تيجي تطبق الكلام ده على الارض ما بتلاقيهوش موجود صح. هو كان عنده ميزه ان عنده ميكس بين الاثنين، فكانت الموضوع بالنسبه له ايزي، والموضوع سهل ان انت بتشوف الحاجات دي على ارض الواقع، فبتقدر تريليت بالموضوع باللي هو بيقوله. ان جنرال اي حد عايز يكريت بيزنس او اي حد عايز يبتدي بيزنس كده على سكيل صغير او حتى بيج سكيل، بحيث ان هو يبقى فاهم الماركت، اي ماركت عامل داخل فيه عامل ازاي. انا دكتور اوريدي عنده اكسبيرينس قبل كده، فالموضوع بالنسبه له يبقى ايزي. حلاوته انه بيوفر عليه وقت كتير، ايفورتس وكمان تايم، لان انت تايم من البيزنس بالماني. فانت لو بتفكر ان انت تخش في بيزنس، هو بيوفر عليك حاجات كده، بيخلي الفيجن عندك واضحه وبيخلي الدنيا معاك اسهل، بحيث ان انت تعرف تاخد اي ديسيشن بسهوله. طب انا لسه ما عنديش بيزنس، بس انا بريكومند لاي حد بيفكر يعمل بيزنس ان هو بيخلي الدنيا في دماغك مترتبه، بيخلي الايدياز مترتبه. انت محتاج تعمل 1 2 3، ولو حصل كذا بنقدر نعمل كذا، بحيث ان الموضوع يبقى سهل معاك، ما تحسش ان انت دخلت في النص وطب انا هعمل ايه دلوقتي. بيخلي الدنيا معاك اسهل واوضح.